خمس بطولات يورتيتش قدر ياخدهم مع بيراميدز في سنتين بس، وان شاء الله يوم 20 هناخد الدوري وهتكون البطوله السادسه. الحمد لله بيراميدز قدر ان هو ياخد كاس مصر بعد الفوز على زد 2-1 في استاد القاهره الدولي. في الفتره الاخيره بقى عنده روح البطل وبيقدر يلعب لحد اخر ثانيه بمنتهى الرجوله. كان في جماهير كتير للنادي بدات تبقى موجوده في الدرجه الاولى وفي الدرجه الثالثه، صحيح لسه ما بقيناش نقدر نملى الاستاد لحد دلوقتي. جماهير بيراميدز يا دوب 1000 2000 3000 واحد بالكتير، لكنه مؤشر كويس خالص انه بدأ يتكون قاعدة جماهيرية للفريق. الحمد لله انا كنت من اوائل الناس اللي امنت بفكرة بيراميدز من 2018. الناس تفتكر لما عبد الله السعيد جه بيراميدز انا اشتريت التيشيرت بتاع عبد الله، كان بيلبس ساعتها رقم 29. سموحة اللي جاي ماتش صعب جدا، محتاج تركيز كويس خالص. الاهلي بطل القرن لما لعب مع سموحة كسبه في الدقيقة 92. ان شاء الله هنكسب سموحه والزمالك هيخسر من سيراميكا. كارتون دا سيلفا للاسف ما حضرش الاحتفالات مع الفريق، وده مؤشر انه في مشكله كبيره مع اللاعب بينه وبين النادي. اللاعب مش عايز يفسخ عقده بالتراضي وبيطالب بكل مستحقاته، ومستحقاته دي مبلغ كبير جدا اكتر من 4 مليون دولار. ان شاء الله بيراميدز هيقدر يكسب الماتش اللي جاي، والزمالك هيخسر من سيراميكا، وان شاء الله الفريق السنه الجايه هيشارك في دوري الابطال بسكواد اقوى من اللي موجود السنه دي.